اللازانيا من أحلى صواني الغدا. بعملها بشوية إضافات عشان تطلع وجبة متكاملة وبتطلع خطيرة. تعالوا أقولكوا طريقتي فيها ومتأكدة هتعجبكوا وهتعجب أي حد هيدوقها وهتشرفكوا لو عندكوا أي عزومة. أول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بتعصيج اللحمة. هنا حطيت بصلاية كبيرة متقطعة صغير، هبدأ أقلبها لحد ما يبدأ لونها يغير. هضيف عليها اللحمة المفرومة، استخدمت حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة. قلبته مع البصل لحد ما لونه غير. ضفت معلقة من الثوم، كمان بحب اضيف 2 جزرة مبشورة وفلفل احمر عادي وفلفل حار ده اختياري، ممكن نضيف اي اضافات تانية بتحبوها. وهملح واضيف فلفل اسود وكمان اي بهارات للحمة. هقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس قوي لحد ما الخضار يبدأ يدبل شوية. مش عايزاه يدبل قوي عشان احس بطعمه في الاكل واخد كل فوائده. بعد كده بضيف علبة من صوص المكرونة، اي صوص مكرونة متوفر عندكم. ما ننساش رشة السكر، وكمان بحب اضيف نص كوباية من المية السخنة. بفضل اقلب في الخليط ده لحد ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا عايزاه فيه شوية صوص كده عشان هو ده اللي هيستوي فيه اللازانيا. كده خلاص وصل للقوام المناسب جدا. هقفل عليه وبعد كده هنعمل البشاميل. 3 معالق زبدة مع 3 معالق دقيق، هنقلبهم لحد ما لونهم يبدأ يغير. هوطي النار واضيف لتر ونص من اللبن مرة واحدة وانا بقلب التقليب المستمر. بعد ما خلاص كله يدوب هبدأ اعلي النار تاني واقلب فيه تقليب مستمر لحد ما يوصل القوام اللي انا عايزاه. واكيد هنضيف الملح والفلفل، ولو حابين ممكن نضيف جوز الطيب. خلاص كده انا ده القوام اللي انا محتاجاه، قوام متوسط. هنبدأ نرص طبقات اللازانيا. في الاول بحط لحمة مفرومة وبحط عليها معلقة كبيرة من صوص البشاميل، وبعد كده برصها. انا اللازانيا ما بسلقهاش، بسيبها زي ما هي وبتطلع حلوة جدا وبتستوي. برص اول طبقة وبرجع تاني اكرر لحمة مفرومة وعليها البشاميل، بوزعه برضو كويس جدا بحيث ان هو يغطي كل اللازانيا عشان تستوي فيه. وبحب كمان اضيف هنا رشة من الموتزاريلا او اي جبنة متوفرة عندكم، بتديها طعم ومطة حلوة قوي. كده خلاص اول طبقة. بعد كده برجع اكرر الطبقات، ممكن نحط 3 طبقات 4 طبقات زي ما تحبوا. واستخدموا صينية ليها عمق شوية عشان اللازانيا تستوي صح معاكم. اخر طبقة بحط عليها البشاميل، اخر حاجة البشاميل على الوش. ما بحطش الموتزاريلا دلوقتي. بغطيها وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 نص ساعة. بعد كده بشيل الفويل واخرجها، اضيف عليها الموتزاريلا وارجع ادخلها تاني تكمل سوا وتتقدم. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو.